لوحات ترقيم جديدة سوف تكون في السيارات الجزائرية مطلع العام المقبل التي تشبه إلى حد كبير هذه اللوحات سوف تغير لعدة أسباب أهمها تفادي الجهوية في حين التنقل، فيما ذكر وزير الداخلية بعض التفاصيل المهمة لسبب تغيير هذه اللوحات. نتابع الفيديو. لا يسمح رقم التسجيل الحالي بترقيم أكثر من 99999 سيارة مركبة في السنة على مستوى الولاية الواحدة، أين تجاوزت حظائر مركبات بعض الولايات هذا الرقم بشكل كبير. نتج عن رمز الولاية ظهور بعض الممارسات السلبية كترقيم المركبات في ولاية أخرى غير ولاية الإقامة، اللجوء عند تزوير وثيقة الإقامة، بالإضافة إلى التمييز ضد سائقي المركبات المرقمة في بعض الولايات، وتعرض المركبات في بعض الولايات للتخريب خلال التظاهرات الرياضية. إذا أنت أثرت الجانب السلبي تاع الترقيم هذا، ولذا تم التكفل به. إذا بنظر لهذه الاختلالات كان من ضروري المبادرة باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات. في رأيكم هل هو أمر جميل تغيير هذه اللوحات الخاصة بالسيارات الجزائرية، وهل سنفتقد اللوحات الحالية التي ترقم كل ولاية على حدة؟ اختباركم هنا في التعليقات. وإن أردتم الحديث عن مواضيع وأمور أخرى أرسلوها على الخاص على الفيسبوك أو الانستغرام، وللتفصيل فيها بفيديو مطول ارسلوا اقتراحاتكم على الانستغرام لنشرها على اليوتيوب. سلام.